بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الخلق المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخوتي واحبتي في الله، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. معنا هنا تعليق وسؤال فيه سؤال. السلام عليكم، انا اقسم يومي من قبل الفجر بنصف ساعة الى بعد العشاء على العبادات واموري اليومية. أدرس القرآن الكريم في الصباح، الصلاة والرواتب، مراجعة القرآن وتثبيت الحفظ. كل له وقته ووقت للذكر من تهليل وتكبير وحوقلة والصلاة الإبراهيمية والتسبيح والاستغفار وقراءة البقرة مرة واحدة، لكن أستغفر ب3000 مرة أو 4000 مرة فقط، وبقية بين وقت الأسحار ووقت الظهيرة كل وقت. فكيف لي أن أستغفر 30,000 مع هذا كله، مع كل العبادات والأعمال الصالحة؟ هل شرط أستغفر بهذا الكم الكبير من الاستغفار، أما أن استغفاري يحتاج عدد أكثر؟ إن شاء الله ترد على سؤالي وجزاك الله خيرا. برجاء اللي بيكتب رسالة يراجع رسالته، يشوف الإملاء صحيح، هناك كلمات يعني لازم يراجعها ويصلحها. اليوم إن شاء الله معنا مجموعة من القصص نسمعها على هذا التسجيل إن شاء الله. هذا الدرس قصص جميلة بدأ الناس يجدوا ما وجدوا. سؤال هنا الأخ لو أنه كتب لنا ماذا وجد من كل هذه العبادات التي يعبدها. نعم، هذا الأخ الذي يعني أرسل هذا البوست وكتب إنه يعني يقرأ القرآن وفي عنده وقت للحفظ والتمكين وله الصلاة الإبراهيمية، دروس القرآن والصلاة والرواتب، مراجعة القرآن وتثبيت الحفظ، نعم، والتهليل والتكبير والحوقلة والصلاة الإبراهيمية والتسبيح والاستغفار. لماذا كل هذا أخي الكريم؟ لماذا كل هذا؟ عندك حفظ، حافظ على الحفظ. لازم تعرف الله. كيف تعرف الله؟ ما هو بينفعش انك انت تعرف الله من خلال سلطة مش عارف ولا شيء. لازم يكون عندك حقيقة لكل حديث، حقيقة الإيمان. يعني إذا سيدنا إبراهيم طلب الحقيقة، سيدنا موسى طلب الحقيقة، نعم، الله جل في علا أرى سيدنا محمد الحقيقة عندما أسري به، فلماذا أنت يعني لا ترى الحقيقة من خلال حديث واحد تعيشه فتقطف ثمار هذا الحديث؟ يعني التهليل والتكبير والتسبيح والصلاة الإبراهيمية وقراءة سورة البقرة مرة وحفظ كتاب الله لماذا كل هذا؟ إذا الموضوع جمع حسنات بيكفيك حفظ كتاب الله. إذا كان الموضوع إنك تجمع حسنات يكفيك. فهذه كلها نوافل، كل اللي عمال تعمله هو نوافل. لكن أن تعرف الله جل في علاه هي فريضة. عشان تعرف تراقب الله وعشان تتفنن في طاعة الله عليك أن تعيش آية واحدة، تكفيك آية واحدة، تكفيك أن تحقق آية واحدة. وشرط ولزوما أن تبدأ بالاستغفار، لأننا نحن قصرنا في جنب الله ونحن نذنب بالليل والنهار، والله جل في علاه يقول: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب فاستغفروني أغفر لكم. فنحن نبدأ بالاستغفار لأن هناك ذنوب أحصاها الله ونحن نسيناها. نعم، هناك الاستغفار لا يعذب الله مستغفر. هناك آيات حسية في الاستغفار، آيات حسية ملموسة. لازم تعرف الله. ما بينفع انك انت فقط تردد 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 تردد. هذا اسمه ترديد الببغات. مش احنا اذا بنستغفر بالليل والنهار نقول مش ترديدنا ترديد الببغات. انا ما بقول عنك، لكن انا اعيب على الذي قال انه استغفارنا استغفار ببغات، لاننا نكثر ونردد. نعم، الاكثار هو المطلوب عشان يتحقق لك الحديث. من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب.
فهنا بنفهم انه احنا لزوم الاستغفار. واذا الرسول عليه السلام كان في كل مجلس يستغفر 100 مرة، في كل مجلس، الله اعلم كم مجلس كان يجلس في اليوم، فهو كان لازم للاستغفار، كان يلزم الاستغفار، معناه كل مجلس يجلس يستغفر الله 100 مرة. طب معناه احنا لا نستغفر، فاحنا علينا ان نكثر. عيش آية يعرف الله جل في علاه من خلال هاي الآية. كيف يعني بدي أعرف الله؟ يعني ما بينفع انك انت، طيب ليش، شو حقيقة ايمانك يا اخي؟ هل انت مستجاب الدعاء؟ ام انت يعني خلقت يعني مسلم؟ يعني النصراني او الغير مسلم عندما يأتي للإسلام بيمسك يمسك حقيقة، هو يمسك حقيقة حتى يتأهل ويدخل الإسلام، لا يأتي هكذا. مش يعني ويعني المسلمين بوزعوا هدايا فهو جاء يأخذ الهدية، لا، هو عنده حقيقة، لمس حقيقة معينة في الدين. انت شو انت يا مسلم، الا امك وابوك مسلمين، ماذا وجدت من هذا الدين؟ شو ممكن انك انت تخرج وتكلم الناس، مش تطربهم، مش طرب، يعني كيف تخلي الناس تتحفز وتأخذ الدين محمل الجد وتتقرب إلى الله، وإن الله قريب ومجيب، وكل آية بتقرأها في كتاب الله هي حق. هي حق، إحنا بنقولها حق لأنه إحنا طبعا بنخاف الله، لكن بدي إياها حقيقة من القلب نابعة، يعني أنا مصدق إنه حقيقة. في فرق بين إنك أنت تقول هذا الكلام خوف إنه هو حق، أو إنك أنت يقينا إنه حق. يعني إذا سيدنا إبراهيم قال ربي أريني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، يعني يقينا أنت هل آمنت ولا بعدك مش مآمن؟ سيدنا إبراهيم بده يطمئن قلبه. ما أظنش إنك أنت أقرب إلى الله أو أعلم بالله من سيدنا إبراهيم، فالتمثيل ما بينفعش مع الله. التمثيل انك تمثل انك انت مآمن وعمال تقرأ قرآن وتحفظ وتعمل اشياء من الشكل، ما بينفع مع الله. اذا انت علم الله انه قلبك بعده مش متيقن ان الله قريب ومجيب وكل آية في كتاب الله هي حق. فعشان يكون حق لازم تمسك ممسك في آيات اخرى. كيف احنا بدنا نشهد على اقوام مضت؟ ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ هل أنت رأيت كيف فعل الله بعاد؟ هل نحن رأينا هذا الأمر؟ نحن لم نرى. ليش؟ لكن لما أنا بمسك حقيقة الإيمان، يعني في عندي ممسك، نعم الله إن استغفرت حرك الله السحاب وأمطرني الله، واستغفرت في مواطن أخرى وأمطرني كمان بالسن اللي بعدها ولا بعدها بصحاري في كل مكان أذهب وأكثر، يعني أحقق شروط الاستغفار. الاستغفار المكثر الذي أنا أرجو منه أن الله يحرك فيه السحاب. هذه ليست حقيقة أرني كيف تحيي الموتى، ونقول لله جل في علاه في فصل الصيف الآن أرني كيف تنزل المطر، فأنا أحقق شرط. فسيدنا إبراهيم حقق الشرط، راح ذاب قال خذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منه جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا. طيب انت الشرط انك انت الله يحرك لك سحاب، انه استغفر واستغفر ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. فانا اليوم بدي اعيش حقيقة. اذا انا بدي احفظ كتاب الله انا ما عندي حقيقة، اذا حفظت كل احاديث رسول الله انا ما عندي حقيقة، اذا انا حفظت كل وكررت كل الحوقلة اذا لم اصل الى حقيقة الحديث انه حق والله حقق لي اياته كما جاء مثلا سورة نوح فقلت استغفر ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، فارسل السماء حقيقة وامدني بالمال وامدني بالبنين وامدني، واستمر العطاء الرباني مع انه كنت انا معطل سنين كثيرة جدا، وصحاري لم تمطر فامطرها الله. والله كان في تعليق يوما ما نحن في صحاري تمطر عنا مرة في السنة، وإذا أمطرت مرتين في سنة واحدة منصير نتكلم عنها إنها تمطر، أمطرت مرتين، لكنها هذه المرة السابعة أمطرت والسماء لا زالت ملبدة. هذا كان تعليق قديم، مع علم أنه هذا يعني صار وراء ظهورنا، يعني هناك آلاف المستغفرين بل عشرات الآلاف وكلهم أمطرهم الله. فأنا بدي أعيش آية، بدي أعرف الله. سر وجودك هون إن تعبد الله، لكن بينفع إنك تعبد من لا تعرفه.
إذا الراعي مع سيدنا عمر عندما قال له بعني شاة، قال له هي ليست لي، قال له وأين الراعي؟ والله الراعي ليس موجود، بعني إياها. قال إذا الراعي ليس موجود فالله موجود. فكيف يكون الله موجود في حياتك في الليل والنهار وتراقبه ولا تذنب ولا تختلي يعني ذنوب خلوات، ولا تسب ولا تشتم، وتبدأ تمتثل لأوامر الله؟ يعني بالله عليك إسا هب على سبيل المثال، إسا أنا اليوم جالس، أنا الآن جالس ودخل علي مثلا شخص ذا منصب عالي جدا، شو بعمل؟ بصير أعمل ليه يعني؟ شو مالها ملابسي يعني؟ بصير أهندم حالي وظبط حالي ليه؟ فأري الله منك خير. أهم شيء أنك تري أنك تعرفه وتخافه جل في علاه. فإحنا جميل أن نحفظ كتاب الله، ولكن جميل أن نأخذ آية تلو الآية ونبدأ بالاستغفار، لأن في آيات حسية فيها أمطار، فيها أرزاق، فيها قوة، فيها تمكين، فيها شفاء من أمراض. سترى كيف أن الله في أمراض كانت معك سنين محاها الله، ديون قضاها الله، تيه غيره الله، مطر أنزله الله، كل شيء تغير. بدك أكثر من هيك آيات حسية؟ بدك هيك أكثر من الإله يعني يتعامل مع عبده في هذه المعاملة؟ يعني انت اذا رحت رئيس شركه في شركه ولله المثل الاعلى، والله ما بتشوفه ولا يعير لك انتباه، لكنك انت العبد الضعيف عندما تلزم الاستغفار وتلح على الله وتكثر 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 تكثر تطرق هذا الباب، يضلك طرق وانت تعلم ان الله سيفتحه، وانت مصر على الاستغفار ومكثر. لا والله بيقول لك، والرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لك من لزم الاستغفار والذاكرين الله كثيرا، والله يحب الذاكرين، والله والذاكرين الله كثيرا والله يحب المحسنين. فإحنا نكثر، والمستغفرين بالأسحار، يعني كل الوقت يعني على ذكر. خير أعمالكم إلى الله وأزكاها عند مليككم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقى عدوكم فيضرب رقابكم وتضرب رقابهم. قال رسول الله ذكر الله. فهنا احنا منعيش آية، منحقق معرفة الله من خلالها. بعد ما أعيش هذه الآية بنتقل إلى آية أخرى وأجمع مع الآية الأولى الآية الثانية، لا أترك الآية الأولى وأنتقل للثانية، هكذا نجمع الأولى مع الثانية. كان الإمام أحمد يقال إنه كان يصلي في الليلة 100 ركعة. نعم، كانوا الصحابة كانوا يكثروا كثير كثير. يعني يقال إنه الشافعي كان يختم القرآن في رمضان مرتين في اليوم، مرتين. فلماذا يعني كل هذا تثقل على نفسك؟ ما عندك حفظ، حافظ على الحفظ عشان تكون من أهل الله وخاصته. بس عشان تحافظ سورة البقرة أول إشي يلزم الاستغفار، وخليك مع الحفظ. بعدين يعني بعد ما تحفظ تأخذ الاستغفار، فبصير عندك الحفظ والاستغفار. لما بتحقق شروط الاستغفار وتقطف ثمار الاستغفار كاملة من مطر وأرزاق وشفاء وتغيير حال ورضا ورضوان وقرب واستجابة الدعاء، تجمع حفظك مع سورة البقرة والاستغفار. ينزل الورد مش 30,000 الاستغفار اسمه الحفظ 30,000. يعني اليوم سبحان الله هذا أكثر يوم من زمان أنا ما وصلت هذا العدد، الحمد لله رب العالمين. قلت لكم الأمراض تدب هذا اللسان يسرع. عندما نزل الورد الأمراض التي شفاني الله منها رجعت نقوص خطر. نعم، عندما نزلت من يعني أقل 10,000 نزلت في
كان لربما 3-4 مرات أو 5 مرات نزلت 4000، انشغلت في القناة، يعني كله ذكر وكله إجابة، نجيب على الإخوة وقصص ودروس، لكنه ما شفع لي كما شفع لي الاستغفار. لا يشفع لك أي شيء كما يشفع لك الله في الاستغفار. فالاستغفار هو الشفيع لك الآن في هذه الدنيا، لأن الله لا يعذب مستغفر، يعذبنا جميعا جميعا جميعا. أنا بعطي دروس كل اليوم وأنا على القناة بس أكلم الناس، ولكن ما شفع لي المستغفر الله، لكن مش مستغفر 5 و10 و100 و1000. هذا الذي وجدته. يعني بدك تبحر فوق 7-8 آلاف. وإذا في أمراض مزمنة، يعني بدك أكثر. ثمن. نعم، ثمن صحة، القلب له ثمن، العين إلى ثمن، الإجر إلى ثمن، اليد لها ثمن، كل شيء ثمن. صح ولا مش صح؟ مش هيك إحنا؟ نعم. فمن كانت مسألته صعبة فليكثر ويبحر ويكثر. نعم، يكثر بالليل والنهار. يري الله منه خير، إنه أنا مصدق وبدي. فيا أخي بتظلك بحفظك، بتأخذ الاستغفار، بعد ما تقطف ثمار الاستغفار بتنزل الاستغفار قليلا، وبتأخذ سورة البقرة 4 مرات. هي مدي لربما شهرين، ما أنت حافظ لكتاب الله. فالحافظ لكتاب الله لربما بتأخذ معه، خلي قراءة واحدة من المصحف، لأنه المصحف له أنواره، له وهج، له يعني يحرق شياطين كمان. الشياطين لا تستطيع أن تنظر إليه، أن تكون بقربه عندما يقرأ وكأنه يعني سبحان الله يصبح حارق لهذه الشياطين. فطبعا احنا لا نتكلم طاقة، كل علوم الطاقة كفرية، كل علوم الطاقة، وكل واحد بيقول لك طاقة سلبية وطاقة، كله هذا كله كفر. ارميه وراء ظهرك واخرج منه، فر منه. نعم، هنا عندنا حسنة وسيئة، ونعبد الله حتى يأتينا اليقين. الله يعاقبنا على ذنوبنا، الله يمنعنا بسبب ذنوبنا. إن لما منتوب ونلزم الاستغفار، الله سيعيد لنا مسارب الرزق وكل الحياة طيبة تكون. لا ندخل على أنفسنا، نأخذ آية، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكنه هو أثقل على نفسه، فيستطيع أن يأخذ سورة البقرة 4 مرات، ولا ربما 10,000 استغفار، ويتم حفظه. بتعلق يعني، أنا هذا اللي عندي، يعني لا أستطيع أن أقول لك شيئا آخر، لأنه عشان تشلح السقطات هناك حفظ كتاب الله كمان هي ساقطين. نعم، ساقطين بذنوب خلوات، ساقطين بالغيبة والنميمة، ساقطين بقروض ربوية، ساقطين منهم في التدخين، ساقطين. نعم، في ساقطين، يعني مش هم كيف بقولوها مش محترمين، لا، الساقط عند الله ساقط، يعني مصر على شيء. لربما عنده رياء، ربما عنده أنا، ربما عنده أشياء كثيرة، يظن إنه خير من الناس، وهو أعلم الناس، وهو أفضل الناس، ولازم الناس تقدمه، هو أفضلهم، وهكذا. وكل هذا من تزيين إبليس له. بكبر فيه عشان يصير في عنده نوع من الرياء والأنا. فسورة البقرة ستحلق كل هذا. أعتذر، إحنا طولنا شوي بهذا الموضوع، بهذا الكلام. طبعا اخوتي الكرام، لا ننسى انه عندنا قناة على اليوتيوب للقصص فقط، بدون الدروس هاي، فقط قصص المستغفرين هاي ليس بدي انزلكم اياها. وعلى الفيسبوك كذلك، فانشروا هذا بين الاهل، بين الاحباب، بين الاخوة. سيكون الروابط على في التعليق الاول في صندوق الوصف، وفي الفيسبوك ستكون مع العنوان. فانشروا هذه الروابط. طبعا في جروبات للمستغفرين على التليجرام، على الواتساب، في قصص للمستغفرين على التليجرام. فانشروا هذا الكلام، نسمع هذه القصص ان شاء الله، ونستمر باذن الله تعالى. بدي اربط المايك عشان انا اريح حالي من اني امسكه. السلام عليكم أخي أحمد، كيف الحال؟ إن شاء الله تكون بخير وعلى خير يا رب. حياك الله وبياك. طبعا الأخ أحمد هو أحمد الغامدي، المشرف على جروب الرجال في الواتساب وعلى التليجرام، هو مشرف، أحد المشرفين. الحمد لله رب العالمين.
سبحان الله. بدي أحكي لك قصة اليوم وقعت معايا. المهم البارح كنت يعني شوي مهمومة، يعني سبحان الله. رحت قلت مع بالي، يعني في عقلي، يعني قلت ليش أنا مهمومة، ليش أنا متضايقة ما دام الله موجود وأنا أستغفر الله، وما كان الله ما كانوا يستغفرون والله يعذبهم. يعني ليش أنا أفكر في القضية دي؟ وصراحة كنت أفكر في المال، لأني كنت متضايقة علي شوي، وكان ابني بعيد علي وإجا لعندي عشان يقضي معي عطلة. المهم رحت استغفر الله سبحانه وتعالى. سبحان الله، ما ركزت في المال ولا إشي. ساعتها ما ركزت، قلت ليش أنا أركز في المال والله سبحانه وتعالى موجود. فهمت؟ سبحان الله. فقت اليوم الصباح، اتصلت علي صديقتي وطلعت لعندها للمحل بتاعها للتجارة، وسبحان الله العظيم وأعطتني مال. سبحان الله. ونزلت من هذاك المكان، نزلت فرحانة صراحة، فرحانة كتير يعني. ورحت لعندها وأنا بستغفر، ورجعت وأنا بستغفر سبحان الله. وكنت أقول يعني أقول يا رب تتعسر في المواصلات عشان أستغفر أكتر، يا رب تتعسر عشان. وفعلا تعسرت في المواصلات، وقعدت في مكان وقعدت استغفر استغفر استغفر. سبحان الله، لا إله إلا الله. الحمد لله والشكر له، الحمد لله والشكر لله على نعمه الكثيرة علينا. الحمد لله والشكر لله على نعمه الكثيرة علينا. الحمد لله والشكر لله على نعمه الكثيرة علينا. لا نطلب إلا الله سبحانه وتعالى، لا نطلب إلا الله سبحانه وتعالى. الحمد لله والشكر له، الحمد لله والشكر له. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني أود أن أشكر أخ محمد حجازي، شكرا جزيلا 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 جزيلا. الحمد لله والشكر لله الذي سخرك لنا الله. الحمد لله والله بالاستغفار أنقذنا الله من كثير من المشاكل والهموم والأحزان. الله يجازيك بخير، ربي يجازيك بخير، ربي هو الذي يجازيك بخير. يعني ذكرتنا وأفدتنا وعلمتنا وأيقظتنا من غفوتنا، والله العظيم لأنقذتنا يا ربي بهذا الأخ. الحمد لله والشكر لله على نعمة الله، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. يعني آخر ما أقول لكم أني يعني لما أخذت في الاستغفار الحمد لله تغيرت حياتي، تغيرت نفسيتي، تغيرت كثير من المسائل في البيت الحمد لله. ولكن لما أردت أن أخذ سورة البقرة 4 مرات نقصت من الاستغفار، فرأيت رؤيا ألمتني، يعني رؤيا أزعجتني. فتبادر إلى ذهني أني أكثر من الاستغفار في اليوم التالي، فأكثرت من الاستغفار أكثر من 30,000 الحمد لله. واليوم الآخر كذلك، فاستبشرت خيرا برؤية أخرى، يعني في نفس الشيء عالجت لي الرؤية التي فاتت بكثرة الاستغفار. الحمد لله والشكر لله على نعمة الله. واليوم في هذا اليوم يوم الاثنين أردت أن أفتح القناة وقلت يا رب أرسل لي رسالة، نبهني يا رب وأرسل لي رسالة. ففتحت قناة الأخ حجازي الحلقة 116، فوجدته يقول خطورة يعني تقليل من الاستغفار أو تخلي عنه، خطورة. ولما يعني
ولما يعني وحكى الأخ حجازي بأن لما نقلل من الاستغفار تعود المشاكل والأمراض. ففهمت أني أو علينا ألا ننزل على 30,000 إن شاء الله. وطلبت الله أن يساعدني وأن يعني لا أتخلى عن الاستغفار حتى ألقى الله، لا أتخلى عن الاستغفار حتى ألقى الله إن شاء الله، لأنه يريدنا الله كثرة الذنوب وكثرة المعاصي، يريد بكثرة الاستغفار حتى يغفر لنا. هذا من فضل الله. جزاك الله خيرا يا حجاج، جزاك الله خيرا. ربي ويوفقك، ربي يحميك، ربي يرضي عليك ويرضيك ويرضي عليك يا ربي، يا ربي لك الحمد ولك الشكر. يعني الإنصات إلى الحلقات التي تقدم لنا فهي تحفزنا. أنا لا يمكن ألا أنصت إلى حلقة إلى الأخ حجازي، لا يمكن، مستحيل. لم أبقى أن أستمع إلى أي قناة من غير قناة الأخ حجازي. والله ما بقيت لم أبقى أفتح أي قناة إلا قناة الأخ حجازي، في الصباح وفي المساء، في الظهر وفي المساء وفي المطبخ، في أي وقت أنصت وأستغفر. سبحان الله، تزيدني تحفيزا، تزيدني قوة، وتزيدني يعني حماسا. الحمد لله والشكر لله، ولك اللهم لك الحمد ولك الشكر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، والحمد لله والشكر لله. اللهم لك الحمد ولك الشكر، اللهم لك الحمد ولك الشكر، اللهم لك الحمد ولك الشكر على هذه القناة التي أرسلتها إلينا، يا رب لك الحمد ولك الشكر. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ممكن يعني كيف ندخل الجروب ديال أم رفيدة؟ يعني بغيت أنا أم رفيدة وإذا كان فكيف يعني بغيت الجروب ديال ابتسام كيفاش ندخل له، كيف أندمج معهم؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حفظكم الله جميعا الأعضاء والمشرفين، وحفظ الله الشيخ أبو أحمد محمد حجازي، حفظكم الله جميعا. الأسبوع الأول أنا اختفيت في الجروب، يعني تقريبا من الجمعة إلى الخميس اللي عدى، أسبوع كامل كنت ملازم الاستغفار الحمد لله، بس ما فتحت الجروبات ولا فتحت حتى الرسائل، كانت الرسائل معلقة لأسباب خاصة وظروف ومشاكل أبو عبد الرحمن يعلم بها كاملة بالتفصيل، لا أستطيع أن أشرحها هنا لأسباب ما حبيت أن أوضحه هنا في المجموعة. إنه سبحان الله يعني أنا مريت في مشاكل، يعني كنت يعني بروح فيها، كنت بدخل في متاهات لا أول ولا تالي لها، كنت بدخل في سين وجيم، وقد ربما يعني أختفي وقد ربما لا أعود، يعني لا أستطيع أن أشرحها بالتفصيل، ولكن كان الله معي الحمد لله، كان الله معي. لزمت الاستغفار بشدة، ولزمت الصلاة بصيغة الصلاة الإبراهيمية، والدعاء والقيام في الليل الحمد لله. يعني كان مجرد غلطات فقط بسيطة، ولا أستطيع أن أفعل أي شيء لولا وجود الله معي وخارجني مما أنا فيه. يعني خارجت، يعني ما انتهت مشكلتي ولا انتهت قصتي، ولكن الله سبحانه وتعالى أجلها قد ربما ليختبر صبري، ليختبر عبادتي، لكن ما انتهت وستنتهي بإذن الله بدعواتكم. أنا لا أستطيع أن أشرح القصة هنا، لا أستطيع أن أشرح المشكلة، أبو عبد الرحمن يعلم فيها. إن شاء الله إذا انتهت وإذا تخارجت منها سآتيكم بقصتي كاملة.
لكن يا أحباب والله إن الله قريب، إن الله قريب، يعني يجيب دعوة المضطر إذا دعا. أحيانا الواحد يدعي كذا وهو ماشي في الشارع وهو يسولف مع ناس، سبحان الله ما يستجيب. لكن الدعاء ما بين الأذان والإقامة، والدعاء آخر الليل وقبل صلاة الفجر، وأنت تصلي، وأنت تقرأ الفاتحة وتقرأ السور من القرآن الكريم، وأنت واقف في الصلاة، وتتمنى أن تنتهي من الآية عشان تسجد وتتكلم مع الله وتخبر الله بما في قلبك. والله إني مريت في أسبوع عمري ما مريت فيه، ولكن ما تركت الصلاة والقيام والدعاء. والله الله سبحانه وتعالى نجاني، لا أدري كيف السبب ولا أعلم كيف السبب. سبحان الله، يسخر لك الناس، يسخر لك أصحاب المشكلة، يسخر لك أصحاب القضايا بطريقة ما تتصور، يجيب لك حلول أنت ما تدري عنها. فجأة كذا وأنت تفكر في المشكلة تلاقي لها حل. علينا أن نجتهد. والنقطة الثانية يا إخواني، سبحان الله، يعني الواحد لما يكون في مشكلة وفي كرب يلزم الدعاء ويدعي الله، وربنا ما يخيب أي إنسان ولا يضيع أي إنسان ولا يفلت أي إنسان. الله سبحانه وتعالى أقرب من جميع الخلق. الأسبوع اللي عدى فيه أنا عرفت الله حق المعرفة، والله أنقذني بدون ما أعرف إيش السبب ولا كيف السبب ولا كيف الطريقة. سبحان الله، لله الحمد، اللهم لك الحمد ولك الشكر. لكن يعني واحد لما يخلص المشكلة يتكاسل في العبادات وفي الدعاء، وهذا خطأ علينا جميعا أن ننتبه له. يعني أنا عبادتي الأسبوع هذا غير عبادتي الأسبوع اللي راحت، لكن إن شاء الله دعواتكم لي بالثبات والهداية والتوفيق، ودعواتكم بحل المشكلة التي أنا أمر فيها. أسأل الله التوفيق لي ولكم، وهذا ما حبيت أن أشارككم فيه. يعني القصة مش واضحة بالنسبة لكم، ولكن أبو عبد الرحمن يعلمها، وأبو أحمد محمد حجازي يعلمها، وأنا ما نشرتها ولا يعني، لأن المشكلة معقدة شوية. أسأل الله أن يفرجها على الجميع. وحبيت أسجل لكم الصوت هذا عشان لا نتكاسل في العبادة، لا نتكاسل في الصلاة، لا نتكاسل في الدعاء، لا نتكاسل في الاستغفار، لا نتكاسل في أي عبادة والتقرب إلى الله. والله إن الله سبحانه وتعالى إذا اجتهدت ودعيت دعوة المضطر فالدعوة لا ترد، دعوة المضطر لا ترد. اللهم لك الحمد ولك الشكر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. أنا مدام على سورة البقرة بسمعها 3 مرات أو 4 مرات، وأقرأها مرة أو مرتين أيام، 3 مرات أيام، والحمد لله. وأدام على الاستغفار، مرة أصبح 30,000 ولا زيادة، مرة 10,000، مرة 15,000. فأنا مريض يعني، لكني أحافظ على ذكر الله من جديد، يعني عن الاستغفار بشكل خاص. والحمد لله صلي يومين ورا بعض، يعني كملت 30,000 وفوق 30,000، وأشعر الحمد لله، وأنا كنت يعني مريض بالقلب، أشعر بتحسن كثير عن الأول. يعني شوي بطيء يعني التحسن، لكن أشعر بأن الله سبحانه وتعالى يرعاني، وأنا يعني تحت حكمة ورعاية الله عز وجل، لا أسبقه في ما قدره الله علي، وأرضى بكل شيء أرضاه. فالله سبحانه وتعالى يعني يعطيني دائما النية الحسنة وحسن الظن به سبحانه وتعالى، لا يحرمني من هذا أبدا. فأنا يعني أتوكل على الله وأتفاءل بالخير دائما، أقول رب الخير لا يأتي إلا بالخير، والحمد لله رب العالمين.
ونعمة الاستغفار نعمة كبيرة إلى جانب سورة البقرة، كما يعني دائما يوصينا الدكتور الأخ الفضيل محمد حجازي، يوصينا بأن سورة البقرة لا تكفي بدون استغفار، وهي كنترول للجسم والعقل البشري، ومع الاستغفار، والاستغفار يكون يعني كميات كبيرة، يعني ليس من باب تحديد أوراد 30,000، ولكن تكون يعني فوق 10,000 و15,000، يعني بهالحدود. كل ما زاد كل ما كان أفضل. هذا شيء يعني أبو هريرة رضي الله عنه كان يقول استغفر باليوم 12,000 مرة، وهو من هو من الصحابة الذين كانوا في مدرسة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلقى العلم منه، فكان يستغفر 12,000 مرة. فما بالنا نحن في وضع أمة يعني من أضعف الأمم في العالم، فعلينا أن نجتاز هذه المحن يعني بالتوبة الصدوق دائما والاستغفار دائما، والندم على ما فات، وفعل الخيرات ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. وكما أن فرائض الله عز وجل فرض علينا في الأوامر العبادات، كمان فرض علينا عبادات وهي الانتهاء عما نهى الله عنه. فالانتهاء عن المعاصي أفضل من أتيان الطاعات النوافل، كما يقول الأخ محمد حجازي اليوم. فجزاكم الله خيرا، وأعاننا الله جميعا إلى الخير وفعل الطاعات والانتهاء عن المنهيات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، نستمر إن شاء الله بعد كم من دقيقة. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد. السلام عليكم يا شيخ محمد، ربنا يفتح عليك يا رب ويثبتك على الحق ويجعل مسواك جنة الفردوس الأعلى. شيخ محمد، كان معايا قصة سورة البقرة، كنت أنا حابب أحكيها لك لكي تنشر هذا الكلام ويستفيد به جميع أمة المسلمين إن شاء الله. شيخ محمد، أنا عندي دلوقتي 21 سنة، كان عندي 15 سنة. لما كان عندي 15 سنة كنت مصاحب يعني صعبة صعبة يعني، وكانش عارفة ربنا. فالمهم راحوا وقعوني في العادة السرية والأفلام الإباحية. ثم شيخ محمد، أنا الآن عندي 21 سنة، الكلام ده 5 سنين، أديلي 6 سنين أما أحاول أخرج من العادة السرية والأفلام الإباحية مش عارف أخرج. ثم شيخ محمد حاولت كتير، وشخصيتي بدأت تضعف من العادة السرية والأفلام الإباحية وبدأت أضعف في الدراسة ومستواي ينزل، وجالي اكتئاب وإرهاب اجتماعي وتلحسن في الكلام وقلة الثقة في النفس، وكنت محب الوحدة محبش الاجتماعات، كله ده بسبب العادة السرية والأفلام الإباحية. حاولت أتعالج أو أدور على علاج مش عارف، أدعبس على فيديوهات تفيدني مفيش. ثم يا شيخ محمد بعد 6 سنين كده سمعت مقطعين أو 3 مقاطع يعني من مقاطعك، ربنا يزيدك يا رب ربنا يزيدك من علمه ويثبتك على دينه. فالمهم يا شيخ محمد سمعت كده 3 مقاطع أو 4 مقاطع كده من مقاطع كانت بتتكلم على فضل سورة البقرة وبركة سورة البقرة والمعجزات اللي في سورة البقرة. فقلت والله أنا يعني أجرب أقرأ سورة البقرة كده، وانت يعني شجعتني وحمستني على سورة البقرة، وانا قبل كده كنتش اقرا سورة البقرة يعني خالص. فالمهم رحت انا قريتها سورة البقرة، المهم قريتها لمدة 20 يوم. في مدة ال20 دول يا شيخ محمد انا لم اقع في عادة سرية ولا اتفرج على افلام اباحية نهائيا. المهم انا كنتش عارف اللي منع عنا هذا الشر، يعني انا كنت يوميا كنت اما افعل حادي، ولكن في 20 دول ما كنتش عارف اللي منع عنا هذا الشر. فالمهم ما حدتش في دماغي وقلت سبحان الله. المهم رحت تكاسلت عن سورة البقرة لمدة 5 أيام، ثم انتكست انتكاسة بعد 5 أيام. انتكست بعد ال5 أيام
وفعلت العادة السرية وفي الإباحية. تكاسلت عن سورة البقرة لمدة 5 أيام ثم وقعت في العادة السرية وفي الإباحية. ثم شيخ محمد يعني الحاجة دي صراحة يعني بتغضب ربنا، والرسول صلى الله عليه وسلم قال إن أعلم أقوام من أمتي يأتون يوم القيامة بجبال حسنات كدهان فيجعل الله هباء منثورا. فالمهم الصحابة قالوا يا رسول الله جلهم لنا، قالوا هم أقوام من جلدتكم ويأخذون من الليل ما تأخذون ويصلون ويقومون ولكن إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. فأنا المهم يا شيخ محمد بعد ما انتكست وفعلت هذا السلوك النبوية بكيت لربنا بشدة، ثم غسلت غسل الجنابة وتوضيت وصليت ركعتين وبكيت بكيت بشدة. كان الكلام ده في الليل على الساعة 11 كده. المهم بكيت لربنا بكاء بشدة. ثم يا شيخ محمد نمت. أسألتي كيف هو الحال؟ كيف حالك؟ إن شاء الله تكون بخير. أردت فقط أن أقول لك السلام، أن أسلم عليك. نحن نقول في تونس أن أسلم عليك، يعني أنا أعرف كيف هي أحوالك. لقد تحدثنا منذ 2 أو 3 أسابيع عن تلك الأعراض التي كانت وإلى الآن تأتيني، وأردت فقط أن أسلم عليك. فأنا لم أعد أفتح في الجروب كثيرا. أتلفت مستغفرتي، لقد وجدتها في غسالة الأدباش وقد أتلفت، وأنا الآن أبحث كيف أشتري واحدة من هنا من إسبانيا. أردت فقط أن أسلم عليك، ولقد صارت لي القليل انتكاسة صغيرة، نزلت مع سورة البقرة 4 مرات بفضل من الله سبحانه وتعالى، وإلى الآن تأتيني تلك الأعراض نفسها، لم يرد تطور. دائما رعشة أثناء الصلاة، رغم أني صارت انتكاسة قليلة، أخرج الصلاة عن وقتها، لا أستغفر كثيرا من دون مستغفرة، صارت لي انتكاسة لم تعجبني حقيقة الأمر، وبقيت مع نفس الأعراض. أريد أن أقص لك فأنا لا أعرف معنى التجشؤ، لكني مثلا عند قراءة سورة الفاتحة في الصلاة أفتح فمي وأخرج هواء، هواء كبير، لا أعرف كيف أفسر ذلك. هواء، أحس أن رأسي يرفع إلى الفوق، أحس أنه لست أصلي على راحتي، فهمت؟ وتلك الرعشة، وكانت تأتيني في قبلا رغبة في التقيؤ، الآن لا أفتح فمي وأحس أنه فمي يفتح بطريقة لا إرادية، لا أعرف كيف أفسر ذلك. فعندما مثلا أستغفر بعض القليل أو أقرأ سورة البقرة أو أقرأ أذكاري، أحس أن فمي يفتح وحده لا إراديا، وهذه هي الأعراض. إلى الآن تأتيني هذه الأعراض. ممكن لدي ممكن 2 ونصف مع سورة البقرة 4 مرات. الشهر الأول لم أكن من المحافظين على الرقم 4، لكني في شهر 7 وهذا الشهر لا أنام إلا أن أكمل، وهذا هو. مشكور جدا، شكرا لك جزيلا، أتمنى أن تكون بخير. لقد نفعتني كثيرا بمراسلتك السابقة، وشكرا جزيلا. لقد رأيتك في الجروب فأردت أن أقص عليك أعراضي، هذه الأعراض التي إلى الآن تأتيني. على أحد مثلا تعرض إلى نفسها، فأنا محافظ على الزيت المقروء عليه وعلى الماء، ونتمنى الشفاء بحول الله. شكرا جزيلا، وإن شاء الله أمسية طيبة، أمسية جميلة. طيب إن شاء الله. بالنسبة للأخ، علينا نتفقد ذنوبنا. قبل قليل كنت أقرأ رسالة لأحد الأخوات بتقول لي عندما أكثر من الاستغفار بصير مشاكل. أمي بصير معها مرض، مرض عن جد إشي مؤلم. عندما أكثرت من الاستغفار حدث مع أمها أنها مرض قوي، واضطرت خافت من الاستغفار. ثم اليوم أكثرت، وإذا أختها خارج البلاد أصابها حال، وكأنه أمور كبيرة حصلت. ماذا أفعل؟ أنا بدأت أخاف من الاستغفار، لكن تبين إنها وكأنها هي كانت تظن أنه ذنب تفعله ليس بكبير. فنتفقد إخوتي الكرام ذنوبنا، نتفقد ذنوبنا إذا زاد. عندما
بتزيد وكأنه إشعار الخطر بصير يعني صوته أعلى، وكأنك أنت بتفعل إشي مصر على إشي اتركه. نعم، إلا ربما بتظنه قليل، بتظنه صغير، بتظنه يعني لا يؤبى به. لا يريدك الله أن تصر ولا على شيء ولا على أي شيء، أنت لم تخلق معه حتى تصر عليه، هو مش أكسجين تتنفسه يعني. فراقب، افحص، شوف ظلمت حدا، قرض ربوي، غيبي، نميمي، كلام، همس، لمس، قاطع أرحام، أشياء في تدخين، أرجيلي، راقب هيك، تفقد، انتبه للشرك الخفي. وأي يعني ممكن يصل معنا الحال في هذه الأمور لا يعني أحد أفراد البيت إنه يكفر والعياذ بالله. نعم، مسيطر عليه من الشياطين ويبدأ يكفر ويصل إلى درجة الكفر. نعم، كفر بالذات الإلهية، وهو وكأنه مخدر. نعم، هو مخدر ولا يعي إنه يكفر، فالكفر لا يخرج منه، فليخرج من قرينه. نعم، فهو مسيطر عليه. فلا نصل إلى درجة إن إحنا يعني لازم نفهم إنه هنا في مرضية. بني آدم كان يصلي ويصوم ما شاء الله عليه، لكنه وصل إلى درجة إنه يكون في مشاكل كبيرة عائلية تصل إلى الطلاق. لا تطلق أخي وأنت تقرأ سورة البقرة ما أنتم كنتم مبسوطين، وأنت تستغفر ولازمت الاستغفار. أنت في حرب، هذه الحرب يعني ستتسع دائرتها ثم تهمد مرة واحدة. نعم، يعني وكأنك بدأت تحرق فيهم، فبدأوا يستغيثوا من عند زوجتك، من عند أولادك، من عند أمك، من هنا من هناك حتى ينجوا. لربما يثنوك عن استمرار بالاستغفار وقراءة سورة البقرة. فالأخ، وإذا كان عند الإخوة الذين لزموا الاستغفار وهكذا في راقي، شخص راقي معروف يرقيك بعد أن لزمت الاستغفار وبعد أن أكثرت، جميل، فليرقيك راقي. إذا أنت تبت، مش تبدأ في الراقي، تبدأ في الراقي ما بينفعكش الراقي، ما بينفعك الراقي، لأنك أنت أول شيء تحت العقاب بسبب الذنوب. فعندما أنت تقلع عن هذه الذنوب تلزم الاستغفار وتكثر، وإذا يعني أشكلت عليك لربما والحمد لله رب العالمين. ولكن ب4 مرات سورة البقرة، استمر. أنت في حرب. نعم، حرب قد تستمر 2 2 3 4 5، لكنها مش يعني تزداد وتنخفض هكذا. الله بيظل يعني وكأنك بحرب، عن جد حرب. نعم، كأنك حرب حقيقية، يريدك الله أن تعيش هذه الحرب الحقيقية. نعم، مش ما أن تذكر الله إلا هو، ما في الشيطان ولا في شيء. سيدة بتكذب الشيطان، بتكذب بكل موضوع الشياطين، وبتكذب بموضوع السحر، وبتكذب بكل شيء ذكره الله. ما بتكون عندك الآن رجعنا لا تملك حقيقة، فالسحر أصبح عندك حقيقة. أنت عمال تحارب في سورة البقرة، وظهر الشيطان، يعني مش ظهور علني، لربما بالمنام، أو إنه مشاكل هذه التي تفتعل، وأمور تفتعل، وطفح جلدي، وأمراض، وكل هذه المستجدات التي جدت عليك سببها الشياطين. فبصير عندك آيات حسية. نعم، أنا سورة البقرة لا ما لها، فبتعرف تتكلم عنها. في ناس تتكلم كلام جميل، سورة البقرة جميلة تطرد الشيطان. لا هو طارد شيطان، ولا هو عايش مع انه ابطل سحر، ولا بيعرف شيء، بس بيعرف يقول جميل. تعود انه يقول جميل ويقرأ الحديث ويأخذه على ظاهره. نعم، قال رسول الله لا يدخل شيطان البيت 3 أيام، يعني لا يدخل. والقيامة هاي اللي بتقوم شو سببها؟ لازم تكنسه أول إشي. نعم، في سحر يرمي لك السحر، والسحر له أفعاله. إذا الشيطان خادم السحر بعيد عن السحر، لكن السحر له فعله في داخل البيت. لازم تبطل كل هذا السحر. ثم العين التي أصابك بها من لربما أنت طفل صغير، والحسد الذي مستمر، كل هذا له أفعاله. كأنهم أمراض، كل شيء مرض. هذا يفتك بالجسد، وهذا يفتك بالجسد، وهذا يفتك بالفكر، وهذا يفتك بالمال، وهذا يفتك في الصحة، وكله. عشان هيك بسورة البقرة ستتخلص. فهنا آيات حسية، فعندما تعيش الآيات الحسية تعطيها حقها، ستخرج تتكلم للناس كلام آخر ما سمعوا من الآخرين الذين قرأوا في الكتب ونظروا.
الله يبارك فيكم. في حاجة أنا أطول أكثر من هيك. نستمر. لازم يكون من أورادك هذه حقيقة لإيمانك، لأنما عندما تعرف الخالق ستتفنن في عبادته، لكن إذا أنت عرفت الأوامر تفننت في التفلت منها وتبحث عن التخفيف. دائما تبحث عن التخفيف، نعم، ودائما أنت متفلت. لكن عندما تعرف الله جل في علاه فالله سيربط قلبك، والله سيسوقك ويحببك في الطاعة والعبادة والذكر والقرب وكل هذا. نعم، ولا يزال عبدي يتقرب إلي حتى أحبه. فنستمر بالطاعة والعبادة من هذا الحديث، نعيش هذا الحديث في كل مراحل حياتنا. كل عمل بتعمله اعمله لله، أساس إنك إيش عمل تعمل أنت أتقرب إلى الله. وأهم الأولى كما قال الأخ، أولى بك أن تترك ذنب من أن تأتي بنافلة، لأن الله الذي نهاك. النافلة أنت يعني إذا لم تأتي بها ما أنت مش معاقب، يعني هي في ميزان حسناتك. نعم، لما نقول مش ما تعملش، بس الأولى إنك تترك الذنب من إنك تأتي بالنافلة. وصلت؟ فأنا أفضل إني أترك ذنوب الخلوات من إني عمال كل يوم أقرأ جزئين، لأنه هنا أنت فت على النفاق، فت على ذنب قد يجعل كل قراءتك وصلاتك وأعمالك هباء منثورا. قرض ربوي، أولى إني أترك القرض الربوي من إني أنا أركض لأصلي في الصف الأول في المسجد. مش معناها لا تصلي، لا، صلي بالصف الأول في المسجد وأنت تارك للربا، لكن الأولى إنك تترك الربا، لأنك ستدخل في حرب مع الله. هناك ذنب إذا صليت في البيت، وهنا أنت في حرب مع الله، الله سيحاربك على هذا الربا. فمش معناها لا تصلي في المسجد، لا، أركض، لكن أنا بدي أعظم لك الذنب عشان تبعد عنه. من منا يعني إذا صح له اليوم البنك بقول له تعال، ببعث له رسالة نصية، أنت اليوم مقبول لقرض مثلا $5000، بطير على البنك يجيبهن، ما يعرف فتح حرب مع الله. وسيبدأ أطول فصل في حياته من الدين الذي لا ينتهي والحرب التي لا تنتهي شنها الله عليه. شوف، من عاد لي وليا، يعني أنت بدل ما تصبح ولي ستصبح أنت عدو لله، يحاربك الله بالربا. نعم، فأذنوا بحرب من الله. شو يعني الله بيحارب أصحابه ولا أحبابه؟ الله بيحارب أعداؤه الذين تجرؤوا عليه. فأنت لما بتأخذ القرض الربوي أنت كان هوين عليك تأخذه. يعني بدي أتطرق قليلا، صار في كلام بيني وبين شخص معين على القروض الربوية، وقلت إنه هذا الله يحاربنا فيها. قال لا نستطيع اليوم أن نعيش بدون القرض الربوي. قلت طيب جميل، لا تستطيع. اليوم أنت البنك أعطاك كل المجمل الذي أعطاك إياه، مثلا خلينا نقول $50,000، أعطاك ديون، دينك في الفيزا ودينك انك انت تسحب بالنقدي، واعطاك قرض $50,000. طيب انا اخذت $50,000، لربما اشتريت فيهن سيارة او عملت فيهن شيء. طيب ما انا مديون اليوم، انا بقول لا استطيع ان اعيش بدون القرض. طب انا اليوم مديون، البنك لا يعطيني اكثر من هيك، اليوم انا بدي ارد من هذا المال، ترجع البنك ما عاد يعطيني أكثر من $50,000. خلصنا، هذول اللي بيعطوك إياهن، مثلا فلان بيعطوه 20,000، فلان بيعطوه 5,000، طن بيعطوه $1,000، هكذا بيعطوه قرضة يعني ديون، وبيشغلوا عليها الربا. نعم. طيب أنا اليوم أخذتن وشريت فيهن سيارة، طلعت فيهن رحلة، صرفتن على أشياء، المهم خلصوا، طاروا تبخروا، بنيت فيهن كمان، كان بيتي 100 متر سويته 150 متر، المهم خلصوا، طاروا، راحوا. طب اليوم أنا بيعطونيش كمان، خلص عطاء، استدى أنا أرجع كل هذا الفلوس كل شهر. طب كيف أنا عارف أعيش الآن إني أرجع حالي فلوس؟ كيف أنا عارف أعيش بدون البنك؟
ما خلصنا بنك، اخذناهن للمصريات تبعون البنك. بالعكس هسه انا بدي ارد للبنك، هسه انا صرت مديون للبنك بدي ارجع له. انت فاهم شنو خطتي؟ في ناس بتقول لك لا نستطيع ان نعيش بدون فيزا، لا نستطيع ان نعيش بدون بنك وقروض ربوية. طب ما انت اعطاك البنك 50,000 دولار، اخذتن خلصوا، صرفتن، شريت فيهن اللي شريته. طيب اليوم انت مديون في ال50,000 دولار لربما كمان هذول عشان تسد، لربما بدك 10 سنين وانت تسد فينا بدون حرب الله، يعني بدون ما يحاربك الله. هاي وتقسيطك لربما بدك 5 6 سنين تتقسطهن تنك تخلص منهن. طب ما هو البنك ما عاد يعطيك كمان، البنك حط لك حد. هسه انا بدي اعيش في راتبي، ارجع للبنك، اصرف على البنك على اللي صرفته هذا بالماضي. طيب كيف انا عايش بدون القرض الان؟ وصلت فكرتي انك انت تستطيع ان تعيش بدون القرض، لكن انت اثرت انك تاخذ هذا المبلغ تحرقه يتبخر باي مشروع، لربما تجارة فاشلة، لانه اكيد ستفشل التجارة 1,000,000%. اذا انت من اهل التقى واهل الله سيفشلها الله، لانه الله لا يرضى بالحرام. سيفشل هذا في البداية، ربما تفكر انه في ازدهار وبعدين يسحب البساط من تحت اقدامك فتذهب التجارة ويبقى القرض. تذهب التجارة يبخرها للتجارة، تخرب التجارة ويبقى القرض امامك. واليوم انت بدك تتعامل مع بنك انت مديون له، بده منك، مش انت بدك منه. طيب ايش رجعنا احنا هنا؟ رجعنا اني انا بقدر اعيش بدون بنك. بالعكس البنك اخذ نص الفلوس، نص راتبي بعدين. يعني انا اليوم استطيع ان اعيش بنص راتبي. انا كنت اخذ راتب خلينا نقول 1,000 دولار، طب ما انا بدي ارجع للبنك ل10 سنين لقدام 500 دولار، فظليت انا من راتبي 500 دولار الي، كان الراتب 1000. طب انا لربما وسعت تجارتي، لربما انا وسعت بيتي، طب كان خلي البيت اصغر، صحيح ضيق، لكنك والله بالاستغفار سيغنيك الله وسيوسع عليك. بس بدي احط النقاط على الحروف لاصحاب الذين يظنون انهم لا يستطيعون ان يعيشوا بدون فيزا. طب ما انت الفيزا بيعطوك اياها إلها حدود سحب 1,000 دولار خلينا نقول. طيب شرينا اليوم ب100 وبكره ب100 وبعد بكره ب100 ودفعنا كارت كهرباء ب500 و300، خلصوا. اليوم انا مديون بال1,000 دولار، مش كل يوم بيعطيك 1,000 دولار البنك بقول لك هذا الماكسيموم اللي بعطيك اياه 1,000 دولار. طب انا كيف بدي اعيش اسا؟ ما بدي ارجع من راتبي، بدي ارجع اسا الفلوس، انا علقت اسا. طب انا باخذ راتبي شوي شوي، بهدي على حالي شوي، باخذ راتبي بوزعه انا بايدي، بوزعه بايدي. وصلت الفكرة؟ فمش عشان انت مضغوط، فالشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، يأمرك الشيطان يلا فيزا، يلا اشتري لك، يطلع لك رحلة، فبتطلع رحلتين اللي انت مديون فيهم كل العمر، لانه انت اخذت اشي فوق طاقتك. انت معاشك بكفيك تعيش هون في بلادكو ولربما كل 4 سنين رحلة، لا انت بدك تطلع رحلتين في السنة، رحلتين في السنة هذول دين، وبدك تغير عفش البيت، بدك تغير عفش البيت كل سنة، فكلياته دين على دين، انت علقت. انا النقطة اللي بدي اصلها انك تستطيع ان تعيش بدون البنك، لكن الشيطان يوهمك انك لا تستطيع، لكنك اليوم انت مستطيع، انت تستطيع، انت عمال، انت قادر انك تعيش. ما هو البنك بطل يعطيك، بالعكس البنك اسا بده منك، فانت عمال ترجع له عايش في نص مرتب. كيف هيك يعني؟ مش عارف تحسبها انت؟ طب ليش انت توصل حالك انك تعيش في نص مرتب؟ نعم انت عمال تعيش بنص مرتب. بالاول كنت بمرتب عندما كنت بعيد عن البنك، اخذت القرض حرقته طيرته. يعني ان كثرت واحد باخذ قرض والله ما بيهدي مع شهر زمان الا هم طيره، بعدين شو بيعلق فيه 10 سنين لقدام، بيضلوا يسد بهالقرض والبنك يلا يبعث له، واذا في شك بقول له الشك بده يرجع، تعال هنا، روح من هنا، تعال من هون، روح من هنا، بيرجعوا له الشكات وبالاخر بتشكوا عليه وبصير مطارد.
ليش؟ لأنه بده يوسع بيته أو بده يوسع تجارته، ظنا منه بقرض ربوي سيبارك الله له. لأنه ليش؟ لعب الشيطان في راسه، يقول لك كبر تجارتك بصير عندك زباين أكثر، ما هو رزقك ما هو كتبه الله في بطن أمك، ذنوبك عطلته وأنت بتفكر إنه لازم تكبر تجارة. ما هيك عملنا إحنا، ما فتحنا محلات، مش محل يا جماعة والله من بلاد والله فتحنا محلين كان في الملابس، ما خلينا شيء، لكن ما في عقل، ما في حدا نبهنا، نتخبط في هذه الدنيا. ما في شيخ قالنا يا شيخ وقف وقف، انت عمال تاخذ قرض ربوي بتحلم انه الله يوفقك. لو انه هيك شد حاله على المنبر احلم انه الله يوفقك بسيارة، والله غير تضلك مديون بهاي السيارة ومديون بكل هذه الامور، لا يمكن. ثم يبسط له الامر هيك كيف بسطنا انت كتير يعني والعياذ بالله. يعني هي غلطة بتغلطها في العمر، انك بتروح بتجيب هذا القرض وبتعلق فيه كل العمر. يعني بسعة الشيطان هون لك الامور، بتقسطها وبتصير انت مقسط 10 اشياء كبيرة جدا عليك، فبروح 3/4 الراتب. فبتصير يا ولدا انت وولادك وزوجتك نار حمراء في البيت، ما فيش فلوس ولا لا شيء، اكلتها القروض. ليش؟ لان الله بحاربك. حط راسك بعقلك، يلزم الاستغفار، والله سيغنيك من فضله وسيمددك، يمدك في المال والبنين ويجعل لك النهار، نعم، ويرزقك من حيث لا تحتسب. وكل واحد بتكون الامور عنده هيك هادية وبتزيد. افحص حالك اخي انت افحص حالك، انت تفقد حالك. اذا صار في مشاكل اكثر انت تفقد حالك، انت اللي بتبكي وبتشكي انت تفقد حالك، انت المقصود في هذا اللي زاد. يعني اذا زادت مشاكل في البيت وانت خايف من الاستغفار انت تفقد ذنوبك. بحبش يعني شوف وين في كمان اشياء، والله ستجد، والله لربما انت مش منتبه، لربما تارك، لربما ديني، لربما شيء انت، لربما ظالم، لربما سابب، لربما عامل لك شغله افقد، لربما يعني تفقد، ستجد شيء. وشغل سورة البقرة دائما في البيت، ورش البيت في الماء المرخي، واستعين بالله وبجوف الليل، ادعو الله أن يبصرك بعيوبك وقل لك أين الخلل. ألح على الله، ألح، تعامل مع الله مش مع حجازي. بيبدأ تكلم مع الله، إذا أنت تبت ولزمت الاستغفار بدأت أمورك ما شاء الله. وإذا اشتعلت النار اعرف إنك أنت الآن في الحرب. إذا اشتعلت النار مثلا مشاكل خلاص اعرف إنك أنت عمال توجعهم، انت اللي بتوجههن. فجاءوا لك مع عزوة من زوجتك، ابنك، مرتك، اختك، من هنا ومن هناك، عشان يثنوك عن هذا. انت اوجعتهم، انت حرقت عليهم بيوتهم، حرقت عليهم دورهم، طردتهم من ارزاقهم. كانوا عايشين معاك مبسوطين مكيفين مجامعين ماكلين شاربين شامين هوا مسافرين، انت اليوم انقلبت عليهن، فده بدين ينقلبوا عليك. شد، استمر ولا تتراخى. ومش تطلق زوجتك، مش تطلق زوجتك، مش تطلقي زوجك. اعلموا هاي المرحلة تمر، لأنكم انتوا بالأصل تركتوا. كيف الدين كبر في البنك وانتوا هكذا. هذا الشيطان كان واحد صاروا 1000 وكثروا، جابوا وخلفوا أولاد وصار عندهم ذرية وصار عندهم دواب. نعم والله كل كلامي حق، عندهم دواب وعندهم جنود كل شيء عايشين معك في البيت. فلازم نعرف نحاربهن ودائما نلجأ إلى الله. نعم، اللهم إني أستجير بك من هذه الشياطين. الله يبارك فيك ويرضى عليكم. تحصنوا واستمروا، وحربنا إلى أن نلقى الله مع هذه الشياطين، ولكن سننتصر والله معنا، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. سيغلبهم الله إذا إحنا وكلنا حق التوكل وسلمنا أمرنا لله وتبنا من الذنوب وبقينا على ذكر بالليل والنهار، عارفين الله،
نعرف الله، مش فقط نقرأ قرآن، فقط نحفظ قرآن، فقط نسمع نقرأ كتاب هيك زي اللي مشغل حاله. مش هيك العبادة كل عبادتك عمال تبحث عن الله فيها، كل عبادتك هي بحث عن الله. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل ولئن أتاني عبدي مشيا. أنت أتيته في كتاب تقرأه، أنت قاصد إني أقرأ الكتاب عشان أنا لا يزال، لئن أتاني عبدي مشيا، فأنا أبحث عن الله. نعم، استجابة الدعاء، قرب، كرامات، نعم، من الله. فأنا أبحث عن الله، استجابة الدعاء، مواطن استجابة الدعاء، أمور بيني وبين الله. هل لك سر بينك أنت وبين الله؟ نعم. فبتحس وبتشعر في معية الله جل في علاه في كل صغيرة وكبيرة، كيف الله أن يسهل لك الأمور، كيف أن الله معك، كيف يدلك الله على الخير، كيف الله يفتح عليك، كيف الله يجعل لك القبول، كيف الله يعني ينمي هذا الوازع أن تدل الناس على الله، كيف يعني يكون كلامك مؤثر، وكله من عند الله. ما في الشطارة يعني مش إذا بقرأ 5 كتب بصير كلامي أفضل إنك تصله، ممكن تطرب عليه أجمل، ممكن تطرب عليه أجمل، ولكنك تأخذه محمل الجد وتنفذه، لا، هذا بده كلام من القلب معمول فيه، متعوب عليه. نعم، كلام متعوب عليه. يعني ناس لزمت الاستغفار أشهر حتى فتح الله عليها، فعندما تنطق عن الاستغفار مباشرة تلقوا في الكلمة أنت وتبدأ تعمل بها. مش واحد قرأ في كتاب الاستغفار جميل، الاستغفار كذا، الاستغفار كذا، وخرج إليك، هذا لن يؤثر بأي شخص. نعم، لربما يأخذ يوم، يومين، 3، لكن عندما تقول فتح الله علي بكذا وكذا، وتعطيه خارطة الطريق، وأنا استغفرت وأنا أكثرت وأنا عملت كذا وكذا، فمباشرة سيحمل المسبح ويبدأ يستغفر، عندما بالأخص يكون عندك خارطة طريق. الله يبارك فيك والله يرضى عليك. أعتذر على الإطالة، الدروس الطويلة فقط ننزلها على اليوتيوب. قلنا هناك في جروبات للقصص، ممكن تسمعوا قصصكم موجودة على جروب القصص. انشروا يا جماعة، يا جماعة، بدنا ننهض. هذه الأمة لازم تنهض، لازم توقف على رجليها. بمن لو بقينا هكذا سيسلب منا أسماؤنا، كمان سيحرموا علينا نسمي محمد ومحمود، وهذا كله عقاب من الله إلنا لأن تقاعسنا. نعم، إذا سلبوا الحجاب وسلبوا وزينوا اللبس القصير، وهذا لا، غدا سيقول لك ممنوع تسمي محمد، لأنك أنت إنسان عايش لنفسك. فالله يأذن لهم، الله يأذن لهم. الشطارة يعني مش قوة، فيش قوة، عقاب إلك أنت. نعم، عقاب إلك أنت، يأذن الله لهم. فما مرت الأمة في فترة من الفترات في ذيل الأمم، ويعني تفنن في أذية عدوها إلا بذنوب اقترفوها بالليل والنهار، ولا يعلم السرائر إلا الله. نعم، ذنوب، خلوات أمام الناس. إحنا كلنا شيوخ، لكن إذا خلونا في محارم الله انتهكناها. مش من باب إني أسقط سقطة أو سقطتين، لا، أعمل حالي ممثل، ما بتراجع عن ولا شيء. في رحلة فيها شطوطة عروي بروح عليها، في أفلام ساقطة بحضرها، في عرس فيه غناني وترقص وطرب برقص معهم، بطرب. نعم، شيء للدنيا وشيء للدين. الله يرضى عليكم ويبارك فيكم. عيشوا مراقبين لله، وستروا عجب من فضل الله. هذه الذنوب يحولها الله علينا للديون والهموم والكروب. الزموا الاستغفار بالليل والنهار، حتى لو لم تستشعر بشيء سترى عجب من فضل الله لما الله بده يفتح عليك. وكأنه وترى الودقة، يعني الودق هو هذا الماء الذي ينهمر، وكأنه يصب شلالات من السماء، سبحان الله، فيفتح الله عليك مسارب الخير مرة واحدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.